يا كويت يا أرض التسامح والسلام، في عيد فبراير نغني لك لحن. نتابع التقرير. يشتهر المطبخ الكويتي بعدة مأكولات وحلويات شعبية، ويعد الرز عامل رئيسي في أغلب الأطباق الرئيسية للمأكولات الكويتية. كاميرا SBC سلطت الضوء على أبرز المأكولات الكويتية بالمنطقة الشرقية. اليوم يوم التحرير والعيد الوطني الكويتي يوم عزيز على قلوبنا، يعني بأننا سعوديين، بما أننا بالمنطقة الشرقية احنا قريبين يم الكويت، فهذا اليومين هذول مميزين عندنا. نقدم الأكلات الكويتية اللي هي مثل القبوط، هذا القبوط كويتي يعني، ونقدم فيه أكلات تكون مشتركة بيننا وبينهم، يعني اللي هي مثل الهريس والجريش، هذه يعني أطباق مشتركة. عندهم المشبوس الدجاج والمشبوس اللحم، هم أطباق مشتركة بيننا وبينهم. نتكلم الاختلاف في مكونات الأطباق المشتركة، وش الشيء المختلف ما بين أطباقنا وأطباق؟ بس الديكور حق الطبق والأصناف، مثلا المكسرات مو مكسرات، هم يحبون الإضافات هذه، احنا لا، عندنا شوية سادة يكون يعني. لو نتكلم عن المناسبات هذه، وش الأطباق اللي تقدم فيها الكويتية، خاصة زي ما ذكرت القبوط وغيرها من الأكلات؟ وين بالأفراح يعني، وهذا بالأفراح يعني يعتمدون على الذبايح وعلى القبوط كصنف ثاني يعني يكون. تعرفون احنا السعوديين